الطائرات اللي بتشتغل بشريط مطاطي من أبسط أشكال الطيران المعتمدة على قوة دفع. بمجرد ما تلف الشريط المطاطي بتقدر تخزن طاقة كامنة كتير، ولما تسيبها بتطلع قوة دفع كافية للطيران. دلوقتي أنا اشتريت قريب طيارة لعبة صغيرة من الفوم، ممكن تتشحن في أقل من 10 ثواني علشان تشغل موتور كهربائي صغير. الطريقة اللي بتشتغل بيها الطيارة دي إنها فيها مكثف فائق صغير جواها بيخزن الطاقة الكامنة زي الشريط المطاطي، وبعد كده بيستخدم الطاقة دي لتشغيل الموتور علشان الطيران. بس مش هيكون جامد لو قدرنا نشحنها بإيدينا. علشان نعمل كده محتاجين نبني مولد يدوي علشان نشحن المكثف. فبدأت بطباعة دوار ثلاثي الأبعاد أقدر أركب عليه شوية مغناطيسات بحيث يكون فيه أقطاب مغناطيسية متبادلة حوالين محيطه. والروتور ده ممكن يتركب على محور فيه بلي، وده بيسمح له إنه يلف. بعد كده ممكن أعمل ملف عن طريق لف سلك نحاس رفيع حوالين قالب هيكون مناسب بالضبط بين روتورين المغناطيس. فلما المغناطيسات المتبادلة تبتدي تلف، المجال المغناطيسي جوا الملف بيتغير بسرعة، وده بيولد تيار متردد، وده بيظهر على المولتيمتر كجهد كهربائي. بس علشان نولد أكثر من 4 فولت محتاجين نزود سرعة دوران الروتور. فعملت غلاف للمولد، وده بيسمح لي أركب ترس على ذراع الكرنك. نسبة التروس دي معناها إني أقدر أحط عزم دوران كبير بسرعة بطيئة، والمغناطيسات هتلف بسرعة أعلى بكتير. ودلوقتي أقدر أطلع أكتر من 7 فولت. علشان أزود الفولتية أكتر لفيت 7 ملفات كمان ولسقتهم في الحامل اللي في النص. بعد كده ممكن ألحمهم بحيث يبقوا 2 على التوالي و4 على التوازي، وده المفروض يضاعف جهد الخرج ويزود كمان شدة التيار. المشكلة الوحيدة في المولد ده إنه بينتج تيار متردد بسبب أقطاب المغناطيس المتبادلة. فعملت لحام شوية ديودات علشان أعمل قنطرة توحيد كاملة، ودي هتحول التيار المتردد اللي خارج من الملفات لتيار مستمر عند الخرج. ودلوقتي نقدر نولد حوالي 17 فولت، وده المفروض يكون كفاية للمشروع ده. على فكرة، لو حابب تشوف معلومات أكتر عن مولد الكرنك اليدوي ده، أنا عملت فيديو على القناة التانية بتاعتي فيه تفاصيل أكتر عن إزاي المغناطيسات بتنتج التيار المتردد، وإزاي قنطرة التوحيد الكاملة بتشتغل علشان تحول التيار المتردد لتيار مستمر. هسيب لك الرابط في الوصف تحت، أو هيظهر لك في نهاية الفيديو ده. علشان أشحن طيارة المكثف الصغيرة، أول حاجة فكيت شاحن البطارية واستخدمت الموصل بتاعه علشان أعمل وصلة للمولد. وبعدين أقدر أبدأ ألف طيارة كأنها طيارة بتشتغل بشريط مطاط. بس المرة دي الموضوع خد 9 لفات بس على الكرنك علشان أشحنها بالكامل. تمام، يلا نشوف الطيارة الصغيرة اللي بتشتغل بسوبر كاباسيتر هتشتغل إزاي. هديها شحنة سريعة كده. وكده خلاص بقت على 3 فولت وجاهزة. ده رايح أبعد مما كنت متوقع. تمام، عدلت الدفة شوية عشان إن شاء الله تلف في دايرة بدل ما تختفي بعيد. ويلا نشحنها نشوف لو نقدر نطلع بوقت طيران كويس بالجهاز ده. تمام، هحاول أصور بالكاميرا. أوه، هبوط كويس. فعلا حاجة جامدة إن الطيارة الصغيرة دي بتتشحن، بس لما تلف المقبض بإيدك كام ثانية. بس زي ما انت شايف المولد اليدوي قوي جدا على لعبة صغيرة زي دي. يبقى يلا نصنع طيارة أكبر. ده مكثف فائق بقدرة 3 فولت و100 فرد. بس يعني إيه الكلام ده؟ بص، دي بطارية ليثيوم تقريبا نفس الحجم، ومع إن الاتنين بيخزنوا طاقة كهربائية، بس كل واحد فيهم بيعمل كده بطريقة مختلفة تماما. المكثف يقدر يخزن حوالي 0.125 واط ساعة، لكن البطارية تقدر تخزن حوالي 10 واط ساعة، يعني تقريبا أكثر ب80 مرة. المكثف وزنه أقل من البطارية، بس برضه سيء جدا من ناحية كثافة الطاقة.
لكن اللي بيخلي المكثف الفائق يتفوق على البطارية هو سرعته الكبيرة في الشحن والتفريغ، لأنه بيخزن الطاقة على شكل شحنة بين لوحين موصلين، على عكس التخزين الكيميائي في البطارية. وده كمان معناه إنه شحن المكثف أسهل بكتير، لأنه بطارية الليثيوم محتاجة إدارة دقيقة للشحن والتيار والجهد علشان ما تولعش. أما بالنسبة للمكثف الفائق، طالما ما عداش الجهد المسموح به يقدر يتشحن من أي مصدر كهرباء، وده بيخليه مثالي للشحن من المولد اليدوي. المشكلة الوحيدة إنه المكثفات الفائقة جهدها المسموح به قليل، حوالي 3 فولت بس، علشان كده هستخدم 6 منهم. لما ألزق المكثفات مع بعض أقدر ألحمهم على التوالي علشان أرفع الجهد المسموح به لحد 18 فولت. ده فعلا بيقلل السعة الكلية للمجموعة، بس الطاقة المخزنة دلوقتي بقت 0.75 وات ساعة. ولما يكونوا ملحومين على التوالي ده معناه إني محتاج وصل التوازن علشان أضبط جهد كل مكثف لوحده وامنع أي مشاكل بسبب زيادة الجهد. بعد كده ممكن يترلفوا بأغطية مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد وشوية شرنك حراري للحماية قبل ما ألحم عليهم وصلة طاقة للشحن والتفريغ. دلوقتي عندنا حزمة مكثفات فائقة وزنها 166 جرام، وعندها نفس سعة تخزين الطاقة زي البطارية الزرار دي اللي وزنها 3 جرام. بس أراهن إن الحاجة الصغيرة دي هتولع لو حاولت تطلع نفس قدرة المكثفات. يلا نبني طيارة حواليها. بدأت بنمذجة المكثفات الفائقة في أونشيب، وده برنامج تصميم سحابي بيشتغل في متصفح الإنترنت بتاعك، وده بيسمح لي أصمم جسم طيارة انسيابي حوالين المكثفات، واللي ممكن أطبعها بالطباعة ثلاثية الأبعاد على الأقل لحد ما الطباعة فشلت. الجسم ده متصمم عشان الموتور يتركب في الأمام، بس المساحة الصغيرة خلت الطباعة تفصل من على قاعدة الطابعة. بس على الأقل جبت أبعاد المكثفات الفائقة، صح؟ لأنها ركبت جوا الجسم. تمام. فعملت إعادة طباعة لتصميم جديد بمساحة أكبر للأنف على قاعدة الطابعة، وفعلا الطبعة نجحت. بس حاليا الأنف الكبير ده مش انسيابي قوي، فعملت الغطاء ده اللي بيعمل انتقال سلس بين الموتور وجسم الطيارة، وكمان بيخبي كل السلوك. بعد كده ركبت كل معدات التحكم اللاسلكي ووحدة التحكم في سرعة الموتور قبل ما أحشر وحدة المكثفات الفائقة اللي بتاخد أغلب مساحة جسم الطيارة. طيب يلا نشوف لو نقدر نشحن المكثفات الفائقة عشان تشغل كل معدات التحكم اللاسلكي وتدي طاقة للموتور. أول حاجة وصل المولد وابدأ في تدويره. تمام، أنا شحنت المكثفات لحد 8 فولت، وده أقل شوية من نص الجهد المقنن الأقصى ليهم. يبقى افصل المولد وبعدين وصل المكثفات على وحدة تحكم الموتور، وكل حاجة المفروض تشتغل. دلوقتي لو حركت عصاية السرعة الموتور المفروض يلف. تمام، صح. دلوقتي يلا نراجع معدات التحكم اللاسلكي اللي ورا. كل السيرفوهات بتتحرك كويس. دلوقتي اللي عايز أعمله هو أشوف عند أي فولت الموتور بيقف، لأن السيرفوهات وجهاز التحكم اللاسلكي بيشتغلوا على أقل حاجة 5 فولت. فلو الموتور ده اشتغل وفضل كاباستورز لأقل من 5 فولت هفقد السيطرة على الطيارة، فنتمنى ده ما يحصلش. تمام، ده الفولت الحالي للكاباستورز، وزي ما انت شايف بينزلوا، بينقص حوالي 0.01 فولت كل ثانية تقريباً، وده بس لتشغيل جهاز التحكم اللاسلكي. بس يلا نشغل الموتور ونشوف هينزل بسرعة قد إيه. تمام، واضح إن كل حاجة بتفصل لما الفولت يوصل حوالي 6.5 فولت. فالسؤال دلوقتي، هل السيرفوز لسه بتتحرك؟ يبدو إنها بتتحرك، وده كويس. مش متأكد هيلحقني وقت قد إيه. يعني لو مثلا طلعنا لفوق جامد بالموتور وبعدين فصل عند 6.5 فولت هيبقى عندنا وقت قد إيه
عشان نرجع نهبط بالانزلاق قبل ما نفقد السيطرة. إحنا لسه نزلنا تحت 5 فولت والراديو بتاعي بدأ يهلوس عشان الإشارة بتضيع. يعني أيوة، 5 فولت فعلا هو الحد الأدنى للفولتية، فمتوقع إني أقدر أتحكم فيه قبل ما ينزل. يا رب خير. بالنسبة لجناحات وذيل الطيارة، قررت أعيد استخدام اللي كنت بنيته في مشروع الطيارة اللي بتشتغل بالهواء اللي فات، لأنها خفيفة الوزن وفعالة وأخذت وقت طويل في تصنيعها، وده هيوفر لي تكلفة ووقت في المشروع ده. دول بيتثبتوا ببساطة في جسم الطيارة الجديد، والكابلات ممكن تتوصل علشان تتحكم في الذيل. وأخيراً، ركبت مروحة قابلة للطي على الموتور علشان أحميها من أي ضرر وقت الهبوط، وكده الطيارة جاهزة للتجربة. يلا نوصل ده فيه المولد ونبدأ ندور. تمام، افصل المولد. أول اختبار طيران لطائرة المكثف الفائق. ممتاز، فيها قوة دفع كبيرة، بس حاسس إنه قوة الدفع بدأت تضعف فعلاً. حاسس إنه حيفصل في أي لحظة. يلا نجرب نعلي شوية. تمام، هقفل الموتور هنا عشان أبقى في الأمان وأشوف هتكمل في الجو قد إيه من غير موتور. لسه المروحة بتلف. ده كان أحسن مما كنت متوقع. الظروف هنا سيئة جداً. تمام، يلا نشحنها ونجربها في رحلة اختبار تانية. أظن وزودوا السرعة. ممكن أشوف هقدر أطلع بيها لفين في الرحلة دي، وبعدين نقدر تحلق من غير موتور لحد ما تنزل. تمام، الموتور لسه فصل دلوقتي. الموضوع مزعج شوية، إن المروحة وهي بتلف كده بتزود مقاومة الطيارة للهواء جامد. يلا نجرب نعمل دايرة كمان وبعدين حننزل نهبط. جميل. المروحة اللي بتتني دي فعلا مفيدة عشان تحافظ على المروحة وعلى مقدمة الطيارة شغالة كويس جدا. يعني مع شحن يدوي بياخد شوية أكتر من دقيقتين. الطيارة دي اللي بتشتغل بسوبر كاباستور تقدر تفضل طايرة بالموتور بشكل مستمر لمدة أقل شوية من دقيقتين. يعني لو لفيت أسرع شوية وكانت ظروف الطيران أحسن، المفروض تقدر تحقق نسبة 1:1 بين وقت الشحن اليدوي ووقت الطيران، ودي حاجة شايفها جامدة جدا. ده كان توقيت مثالي. الشحنة خلصت بالضبط أول ما الطيارة وصلت قدام الكاميرا. أنا بلاقيه شيء ممتع إني أطبق النظريات في تطبيقات عملية زي المشروع ده، بس تنفيذ مشاريع زي دي مش سهل. مع ذلك بريليانت ممكن تساعدك لو عايز تتعلم الرياضيات، علم البيانات، وعلوم الكمبيوتر بشكل تفاعلي، وكمان آلاف الدروس التانية من المواضيع الأساسية لحد المتقدمة. أنا دايماً كنت مؤمن إني أحسن طريقة تتعلم بها موضوع هي إنك تطبقه في حاجة تقدر تشوف نتيجتها. وتفاعليات دروس بريليانت فعلاً بتساعد في تحقيق ده، زي إنك تتعلم إزاي تليفونك بيستخدم توقيتات من الأقمار الصناعية عشان يحدد مكانك بالضبط على الأرض، أو حتى تتعلم إزاي تبرمج عربة استكشاف على المريخ. بريليانت موفر لك كل ده. فلو الكلام ده شدك تقدر تبدأ لمدة 30 يوم كاملة مجاناً لما تدخل على brilliant.org/توم ستانتون، وأول 200 شخص يسجلوا هيحصلوا على خصم 20% على اشتراك سنوي بريميوم. فروح شوف بريليانت من خلال اللينك اللي تحت في الوصف.